سواق التوك توك شاف الشارع فاضي والبنت الصغيرة طالعة من الدرس، عمل حجة ان هو يطلب منها تساعده يحرك التوك توك. البنت بكل عفوية وافقت، اخدها في التوك توك. ده اللي حصل في محافظة الغربية. تعالوا نعرف ايه اللي حصل. صلوا على النبي. فيديو مهم جدا عشان نكون حريصين على اولادنا ونعرفهم ما يتعاملوش مع اي حد غريب، حتى لو هو كان مين او طلب مساعدة ايه. لو هنركز، اخد التوك توك ودخل شارع. من حظ البنت ان في الشارع ده شاب قابلهم وشاف البنت، وطبعا استغرب. البنت نزلت سألها انت بتعملي ايه جوه التوك توك؟ ولو هنركز نلاقي البنت لما نزلت اخدت الشنطة من قدام، والسواق كان ورا في التوك توك مع البنت بيعمل ايه؟ الله اعلى واعلم. وطبعا البنت لما نزلت قالت له، ده هو قال لي ممكن تساعديني وهديكي حلويات. والبنت خافت ومشيت. الشاب ما سكتش، رجع للسواق، انت بتعمل ايه هنا؟ وانت كنت عاوز من البنت ايه؟ طبعا الراجل قال له ما فيش، ده انا كنت عطلان ومش عارف ايه. ولو هنركز، التوك توك اللي كان عطلان وبيتزق في بدايه الفيديو مشي عادي بسرعه وبدا يخرج من الشارع بسرعه كبيره جدا. ناس كتير جدا بدات ترمي اللوم على الشاب، ولكن هنحاول نقول ان هو بالفعل حاول يحمي البنت ويأمن نفسه، لان كان ممكن يتعرض للاذيه من سواق التوك توك ده باي آلة حاده، لان الاشكال دي بتكون مأمنه نفسها كويس جدا. ده اللي حصل في محافظه الغربيه. خدوا بالكم من ولادكم، ويا ريت نفهمهم ما يتعاملوش مع حد، وننسى ترند الشيبس خالص. اللي هايدي راحت ساعدت الراجل الغلبان.